إذا نعود ونواصل معكم مساء الخير يا مغرب، دائما مباشر على قناتكم الفضائية الشذا تيفي. وصلنا لفقرتنا الثانية، دردشة المساء. على بركة الله، دردشة المساء كما خبرت في بداية الحلقة بأنه غادي يكون معايا هنا في البلاطو السي يوسف هنوني. يوسف هنوني هو رئيس مؤسسة بصمات للثقافة والفنون، وهو رئيس مهرجان بصمات للمونودراما اللي تتنظم في دورته السابعة هنا بمدينة الدار البيضاء. في هذه الأثناء اللي تنتكلموا فيها حنايا خلى مسكين المهرجان وجاب يعطينا بعض الدقائق اللي من أجل التوضيح، لأن خصنا نسلطوا الضوء على الثقافة رافضة مهمة جدا للرقي بالعنصر البشري. الثقافة. سي يوسف، مرحبا بك. مرحبا بك أخي حسين، وشكرا على الدعوة، شكرا على الاستضافة الجميلة وعلى الالتفاتة لهذا المهرجان. تحية ليك وتحية للإخوة التقنيين وتحية للأخ مراد، وأهلا يعني المشاهدين ديال مساء الخير يا مغرب. شكرا ليك سي يوسف، واسمح لنا جبناك من وسط المهرجان. دابا المهرجان راه خدام وكاين عرض مصري يعني اللي غادي يمتد لي 3 أيام. 3 أيام بدا اليوم. مهرجان بصمات الدولي للمونودراما دورته السابعة بدا يعني بالامس كان الافتتاح، وكان العرض ديال فرقه افلون للمسرح من مدينه القنيطره، وكان تكريم ديال الراحله عائشه مناف. والدوره كتنظم تحت شعار المراه والمونودراما، فضاءات للبحث عن الهويه والحريه، وهي دوره نسائيه يعني بامتياز غتمتد 3 أيام بالامس واليوم وغدا. وجميع المشاركين سواء كانوا لجنه النقد او المناقشه او كانوا مشاركين او كانوا يعني مؤطرين ورشات كلهم نساء. جميل. يعني كانت دوره نسائيه بامتياز. هي تكريم لاسم فني كبير عائشه مناف رحمها الله، وناهيك على ان التأطير غادي يكون كله بنون النسوة. جميل. حتى التقديم ديال منشطات البرنامج، منشطات المهرجان، مقدمه المهرجان حتى هي لطالبه ديال المعهد، يعني كل العناصر كلها، حتى اللجنه التنظيميه يعني 70% كلها نساء. جميل، رائع. هذه الوقفه ديال الاعتراف أكيد بمجهودات المرأة على المستوى الفني والثقافي، هذا الشيء غادي نرجعوا ليه وغادي نتكلموا عليه إن شاء الله. خلينا فقط بحال ورقة تقديمية مصورة حول هذا المهرجان، مهرجان بصمات للمونودراما. هذه الدورة السابعة من مهرجان بصمات الدولي للمونودراما، في دورته السابعة طبعا، تكريما للراحلة الفنانة القديرة عائشة مناف. طبعا بحكم الفنانة الراحلة عائشة مناف خلت واحد البصمة كبيرة في المجال الفني، وبحكم أن رئيس مؤسسة البصمات الأستاذ يوسف هنون اللي كانت صديقة ديالو على الركح، اللي دوز معها سنين وسنين، وطرحت الفكرة ورحبنا كاملين بالفكرة، لأنها فعلا فكرة زوينة، وخصوصا أن تكريم المرأة المغربية والمرأة العربية. طبعا اللي كاين فيها مشاركين من قنيطرة، من فاس، من مصر ومن تونس، وهادو عروض مونودراما. وكاين كذلك ورشات اللي هي ورشة الإلقاء وورشة صناعة الأقنعة وورشة ديال الرسم، طبعا بحضور فنانات وممثلات اللي هما معروفات، أستاذات ديال المسرح وديال الرسم اللي هما معروفين على الصعيد المغربي. وهذه دورة نسائية 100%، المنشطة امرأة، المديرة امرأة، اللجنة امرأة، المشاركات الممثلات نساء، التنظيم نساء، يعني حاولنا باش نلعبوا على هذه الفكرة ديال المرأة، وهذا تكريم طبعا للمرأة. السلام عليكم ومرحبا بنا اليوم ضمن فعاليات مهرجان بصمات للمسرح المونودرامي الدولي في شخصه ومديره الأستاذ يوسف هنون. مسرحية امرأة من زبور جود للمؤلف والكاتب سعيد غزالة، تشخيص
اختكم ايمان الادريسي. المحافظه العامه منى العقري، تقنيات مصطفى العلوي، المسرحيات او مونودراما امراه من زبرجد ضمن فعاليات مشاركه ضمن فعاليات هذا المهرجان. في الحقيقه كان الافتتاح في غاية الروعة، جمهور كثيف. تحية لكل من سهر على افتتاح هذا المهرجان وكل من واكب المهرجان، وشكرا لكم ولدعمكم ولتشجيعكم. جميل. إذا هذا افتتاح مهرجان بصمات للمونو دراما. أيام المهرجان التي تمتد إلى غاية يوم غد إن شاء الله، ربما تنظم هنا في الحي الحسني، ياك؟ في يعني المنطقة تابعة للحي الحسني، وهي في طريق جديدة. المركب الحسني، المركب الثقافي الحسني، أول مرة كان نظموها في هذا المركب الجميل بشراكة مع مجلس مقاطعة الحي الحسني. والمهرجان هو بدعم ديال وزارة الثقافة والشباب والتواصل، قطاع الثقافة ما نساوش هذه القضية. يعني الداعم الوحيد لهذا المهرجان. كما قلتي 3 أيام، وغنزيدوا يعني صبيحة يوم السبت غتكون ورشة الأطفال والمسرح، يعني التشكيل والمسرح غتأطروا الفنانة أمال شريف. يعني فتحنا المجال حتى للاطفال، وشو كما العاده ديال المهرجان هو كيفتح لجميع الفئات العمريه. شفتوا في الروبورتاج كاين شباب، فنون تعبيريه، وايضا كنفتحوا مجال الفنانين في فنون اخرى بحال الرسم، بحال الموسيقى، بحال الغناء. هذا في اطار ضمن يعني السياسه اللي كيقوم بها مؤسسه بصمات. يعني انا فاتح على مجموعه من الفنون، الى جانب يعني بطبيعه الحال تنظيم المهرجان الدولي للمونودراما. مهرجان بصمات الدولي للمونودراما. هذه الكلمه ديال الدولي بغيت ناخذ فيها توضيحات اكثر. دولي كاينه مصر، كاينه تونس. هو ما كاينش انفتاح على دول اخرى، لماذا مصر وتونس؟ هما كانوا غيكونوا 3 دول. العراق كان عندهم مشكل، نقولوها مشكل ديال التأشيرة. يعني تقريبا هذه 3 سنوات يعني كيلقاو مشكل. يعني اي فرقه كتجي من العراق كتلقى مشكل ديال التأشيرة. وتونس ومصر هي من واحد الجانب يعني كاين فيها شويه الحركه مسرحيه، يعني كاين فيها حركه مسرحيه، وكاين عروض مونودراميه بالاساس، لان المهرجان كيسلط الضوء على هذا الصنف اللي هو صنف المونودراما. بطبيعه الحال المهرجان بصمات هو من بين المهرجانات الوطنيه والدوليه اللي موجودين في المغرب كيهتموا بهذا الصنف المسرحي القائم بذاته. وكما قلت لك يعني ربما الحركه المسرحيه اللي كاينه في هذه البلدان هي اللي كتخليهم انهم يشاركوا بشكل كبير في المهرجانات الوطنيه، وتربما المسافه وسعر التذكره كتدخل فيها هذا الاعتبار هذا. نعم. مستقبلا ما عندكمش واحد الرهان تحملوا انه تكون اكثر من دوله مشاركه باش تكون عنده ديك الصبغه الدوليه بما تحمله الكلمه من معنى؟ يعني مثلا الان تونس، غدا لقاو لبنان، لقاو سوريا، تنتكلموا على دول رغم الظروف السياسيه المحيطه بهذه الدول، ولكن مهم دوله عندها باع كبير جدا في الفن والابداع المسرحي. نتكلموا على لبنان، نتكلموا على سوريا. ما تشوفهاش للاسف الشديد. انا تقول ربما المسائل السياسيه داخله في الاعتبار. اللي بغيت نقول السي الحسين هو المهرجان فاتح منذ بدايته على الدول، جميع الدول كان منفتحا من خلال الاعلان ديالو فتح باب المشاركه. ايضا حتى في البدايات كانت السعوديه بدايه ديال المهرجان، لان المهرجان كان في الاول غير مهرجان الايام المسرحيه فقط، فقط نعتمدوا على فرق وطنيه وفرقه وحيده من خارج ارض الوطن بحكم الامكانيات، بحكم مجموعه من الاشياء. يعني في الدوره السادسه الحمد لله يعني انتقلنا ما هو دولي، بدينا كنعيطوا لك اكثر من دوله. وفي الدوره السابعه في الدوره يعني السابقه كانت السعوديه، كانت فلسطين مشاركه، كانوا تونس، كانوا يعني عروض اخرى من دول اخرى. يعني احنا الحمد لله فاتحين على سميتو. والسؤال ديالك غنمشي ان مستقبلا كاين فكره الى ان شاء الله وصلنا الدوره ال10 غيكونوا اكثر
من عرض ولا عرضين مسرحيين يقدر يكونوا حتى 10 العروض مسرحيه ان شاء الله بمناسبه الذكرى العاشره لتاسيس هذا المهرجان. ان شاء الله. الله يوفق. الله يبارك فيك. الله يوفق. امين. وانا عندي رساله ضروري انني نوجهها ملي تنتكلموا على المسرح وملي تنتكلموا على الفن وما هو ثقافي. احنا الان للاسف الشديد الرقعه الاكثر تقلبا ونزاعا على الارض هي الرقعه العربيه للاسف الشديد. إلا بغينا نحصيو عندنا اليمن الآن، فلسطين منذ 70 سنة، وزادت الحدة في فلسطين كيف ما عارفين للأسف الشديد. عندنا اليمن، عندنا سوريا، عندنا العراق، عندنا لبنان وما أدراك ما لبنان، عندنا ليبيا. هادو توترات واقتتال واللي غير مستقر نوعا ما سياسيا ويتأرجح بين هذا وهذا تونس، مصر. فما هو سياسي نوعا ما يؤثر، يلجم ما هو فني ثقافي. اكيد وهذا الشيء يعني كان نحس يعني كنلمسوه حنا في في مجموعه من الفرق كيلقاو مشكل في التاشيره. هذه رساله لوزاره الخارجيه والتعاون. كنتمنى على ان احنا الناس كنديروا الفن، ما كنديروش شي حاجه اخرى. نعم. ديال هذه اللي بغيت نوصلها للجميع، ماشي غير وزاره الخارجيه او حتى المجالس اللي كيدعموا ولا الجامعات ولا مجالس المدينه ولا الجهه. حنا راه كنديروا الفن، ما كنديروش شي حاجه اخرى. والفن راه هو شي حاجه راقيه. نعم صح. هو اللي كيلقى رقي المجتمع. الانسان كما قلت في المقدمه. اكيد لان الشيء هذا هو الرساله اللي عندي انايا نضيفها. الرساله اللي قلتي حنا كنديروا غير الفن، ما كنديروش شي حاجه اخرى. نعم. ويفهم اللي بغى يفهم والميساج. صحيح. لان كاين فرق تم توقيفها على مستوى المحلي هنا في المغرب أكيد. باسم السياسه. لا هذوك التوجه السياسي. وشوف هذه المساله هذه كانت ربما مؤخرا ما كاينش، الحمد لله كاينه حركه مسرحيه في المغرب، كاين سميتو، ولكن ينقص مشكل ديما كنقولها، مشكل الدعم. الدعم هو اللي كيخلينا يعني غنفتح واحد الباب، واخا ما بغيتش نفتحو ولكن غنفتحو ونسدو دغيا. هو ان الوزاره بقى مثل هذه المهرجانات. هو كاين اعتراف، اكيد كاين اعتراف بحكم ان الدعم، واخا الدعم ماشي كافي، كاين اعتراف، ولكن خاص اهتمام اكثر. منين؟ من المجالس البلديه ومجلس المدينه والجهه، لان من هذه المهرجانات راه هما صوره للمجتمع ديالنا، راه صوره للثقافه ديال المغربيه. صح. صوره للمسرح المغربي. صح. صوره للانسان المغربي بصفه عامه. راه يعني حتى سياحيا، يعني من الناحيه الاقتصاديه راه كنساهموا بشكل او باخر، كنساهموا ثقافيا، كنساهموا سياسيا، كنساهموا واجتماعيا ايضا كنساهموا، لاننا كنوصلوا رسائل من خلال العروض المونودراميه. وبالمناسبه كنبغي نشكر جميع الفرق وجميع المؤطرين وجميع اعضاء اللجنه، كما شفتي الاستاذه ايمان الادريسي اللي شرفتنا، ممثله معروفه ويعني كتقوم بواحد المجهود كبير في المونودراما على الخصوص، لان تقريبا اكثر من 10 سنوات وهي كتخدم في هذا المجال مع فرق متعدده، وعطات واحد الشيء الكثير وكتوصل. حنا كنبغيو نوصلوا رسائل اللي هي مفادها على ان ننميو الفكر المجتمعي. نعم. يعني ما عندناش شي اهداف اخرى. كنحتاجوا الدعم، بغيو كنبداو ناضلوا على قبل. علاش؟ على قبل الدعم. يعني ما يمكنش انا نصادف فرق من خارج ارض الوطن وما نوفرش لها على الاقل مبيت اللي يكون في المستوى، وتغذيه اللي تكون في المستوى. نعم. ونقل اللي يكون في المستوى. هذا في حد ذاته ما غندخل في الشكايه ونبدا نشكيو. المهم كان حنا نمشيو الايجابيات. مهم اكيد مهم، لان هادشي اللي كنطالبوا من العراقل، هادشي اللي كنطالبوا به. كما داز مروري في احد الاذاعات كنقول يعني رؤساء المجالس ولا كنقول لهم حنا ما باغيين والو، جيو نتوما تكلفوا، ما تعطيونا لا فلوس لا والو. جيو نتوما تكلفوا لنا بالنقل، تكلفوا لنا بالتغذيه، وتكلفوا لنا حنا، خلينا التنظيم وخلينا الجانب الفني والجانب التقني حنا نتكلفوا به. نتوما تكلفوا بكل شيء، ما تعطيونا والو. حنا الهاجس ديالنا الوحيد هو ان ننميو هذا يعني المجال الفني اللي هو المسرح، وعلى الخصوص الاختصاص ديال مؤسسه بصمات اللي هو فن المونودراما او صف الممثل الواحد، ننميوه ونطوروه بلادنا كامله. وبهذه المناسبه كنبغي نبشر الاخوان اننا الرؤساء المهرجانات انني كنحاول اننا نديروا واحد الرابطه ديال رؤساء المهرجانات باش نحاولوا
نكونوا راسنا ونديروا واحد اللحمه ونحاولوا نطوروا التوجه ديالنا ونطوروا الامكانيات ديالنا ونناضلوا على المهرجانات ديالنا، وايضا ننظموا تواريخ التنظيم ديال هاد المهرجانات. صح. ننظموا على مدى السنه. هذه هي من الافكار اللي عندنا باش نخدموا او يعني نحاولوا نفتحوا الباب لهذا الصنف اللي هو المونودراما باش نطوروه اكثر. وخير مثال عندنا تبارك الله ممثلين في المستوى واللي خدموا في المونودراما، عبد الحق السروالي، لطيفه احرار، ممثلين في المستوى. وكاينه جينيراسيون، كاينه فئه اللي هي كتخدم في هذا المجال. نتمنى انها دعم معنوي قبل الدعم المادي، نشجعوهم ونعطيهم فرصه وان شاء الله ويكون خير ان شاء الله بحول الله. نعم صحيح، لانه كاين واحد كما قلت يا خويا يوسف بانه كاين بعض العقليات على المستوى السير المحلي تتوحل معاه غير في قاعه يحلها لك. اكيد تتوحل معاه. اكيد تقول لي عندي عرض مسرحي حسيتي بحال عايش معنا انت يا المسرح بحال عايش معنا هذا المجال هذا. وحنا صحفيين تنكونوا يقول لي حتى المسرح. للاسف انا بغيت نقول لي دابا انت تيبان لك المسرح اللي هو واحد الاداء واللي هو واحد النص تحفظ واللي هو واحد الرساله تتادى واللي هو اشياء كثيره. نتحداك انت كمسؤول تدخل دير فيه غير قسمين، ما يمكنش، ما تقدرش. فخاصه المونودراما ساعه وانت كتقوم المسرح الفردي عندك الناس تحفظوا، عندك اداء، عندك انسجام مع الاداء، عندك امام جمهور مباشر، راه صعب جدا. المهم على اي اللي تيحقر المسرح نقول لي لا طلع الركح وبين لي، طلع الخشبه وبين لك اللي ما يفهمش الركح. فسرتوا هذا طلع المسرح وقول لي طلع المسرح ما يفهمش المسؤولين محليين مصطلحات اللي هي مسرحيه تقنيه ما يفهمش. على اي طلع المسرح الخشب وبين لي الا كنتي تحقر المسرح. انا باغي نقول الرساله اللي باغي نقول سميتو الاوبرا الايطاليه. نعطي الايطاليه خاصه لان لا تناقش. الاوبرا الايطاليه في غالب الأحيان صعيب تفهم النص من خلال الأداء ديال صعيب، ولكن نقول لأي واحد عندنا مسؤول في المجالس المحلية، راه الناس اللي تيدخلوا لدار الأوبرا باش يسمعوا واحد المقطع فيه ربما ساعة، فيه ربما ساعتين، فيه ربما ساعة ونص، وغالبا تلقاه بصعوبه الا ما عندوش هو النص صعيب يفهم اش يقول. ولكن الاداء والرساله اللي تتحمل الاوبرا وداك الانسجام الصعب اللي تؤديه هذاك اللي فوق الخشبه من اجل تاديه الرساله وداك واشياء كثيره تدخل، راه خلات الاوبرا من اكثر الملاحم الفنيه أكيد. اللي عندها واحد التقدير واحد الاحترام كبير جدا. ملي تدخلوا الناس الاوبرا راه الدبانه ما تتزنزنش، وملي بنادم تيبغي يحجز المقعد ديالو راه فلوس كثيره اكيد اللي ما تتكونش في ريال مدريد وبرشلونه في التيران. شوف السي حسين، شو الناس اللي تيقدروا الفن، الناس كيعترفوا بالفن وكيقدروه. صح، بس كيعترفوا بالفن وكيقدروه تو سامبلومون. عندنا اصدقاء في فرنسا وايطاليا كيعاودوا لنا يعني الناس كيحترموا الفن، كيحترموا المسرح. هنا المجال ديالنا كيحترموا المسرح. هنا باقين الدعم ديال الجمعيات في اطار المشاريع. المهم شي حاجه قليتي بحال شي بركه تعطي شي حاجه. او نعطيك مثال على ان هذا العام اكيد احنا مع اثار ديال كوفيد ديال الزلزال مشات الميزانيه كلها ديال الجمعيات. علاش مشات بالضبط؟ ديال الدعم ديال الجمعيات هو اللي مشات تهز وتعطى الاثار ديال. انا ماشي ضد سميتو، انا ماشي ضد الاثار ديال، بالعكس احنا كاملين ساهمنا وكاملين سميتو. ولكن علاش الجمعيات ديما هما بغيت نوصل علاش الجمعيات ديما هو الحيط القصير، ديما هما المحقورين في هذا المجال، لانهم كيقوموا بواحد الدور كبير وكيأثروا مجموعه من الشباب وكيقدموا رسائل كبيره وكيعاونوا الدوله في مجموعه من الاشياء في تربيه واحد لا جينيراسيون. صحيح. يعني الناس كتنقذهم من مجموعه. كاين اللي بالاسباب المسرح تنقذ من الانحرافات. صحيح. ومن الوقت الفارغ مجموعه من الاشياء. هادشي راه عارفينه هما وعارفين. احنا غناضلوا. انا بغيت نوصل، احنا غناضلوا كما قلت في الدوره اللي فاتت، الدوره السادسه،
سوف نستمر، سنستمر بدون دعم او بدعم، غنستمروا وغنحاولوا نقدموا. في هذه المناسبه كنبغي الى سمحتي اخ حسين، نبغي نشكر الاخت بهيه مرتضى اللي هي المديره الفنيه ديال هذه الدوره، كنبغي نشكرها بزاف على الدعم ديالها وعلى على الثقه وعلى انها تقت فينا وتقت في المهرجان وكانت معنا في الدوره. كنبغي نشكرها، كنبغي نشكر الفرق المسرحيه، كنبغي نشكر المجلس مقاطعه الحي الحسني مشكور لانه فتح لنا المجال، فتح لنا المركب الثقافي الحسني، خاصه بعض الاشياء باش يكون في المستوى الرفيع. كنبغي نشكر ايضا وزاره الثقافه على الدعم ديالها. كنبغي نشكركم نتوما بزاف على الدعم ديالكم شاده. هذا شرف لنا ان كبير اننا المهرجان يكون ضيف في مساء الخير يا مغرب، وشرف لنا نكونوا في هذه القناه الجميله. شرف لنا اخويا، والشكر للجميع اللي جا حضر معنا، وتشكر للناس اللي ما جاوش حضروا معنا تما. كنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، حتى هذا كيشجعنا اننا نواصل ونستمروا ان شاء الله. والله يوفقكم يا اخي، وانا تنحمل الرساله لاي كان. الى عندك وليد ولا عندك بنيه، جميل انه في بداياته خليه يمشي يدير المسرح ولا انت تدفع به يدير المسرح. انا من الناس اللي كانوا محظوظين داروا بعض الدورات التكوينيه مع جواد الخوضي في عين السبع، وكانت فرصه ليا، كانت مجانا الحمد لله. دازوا دورات فلقيتها فرصه، قلت مادام مجانا علاش ما نديرهاش ودرت الدورات التكوينيه في المسرح. خليني نقول لكم المسرح من الاشياء اللي مجرد ما تتبدا تتعشقها، الاشياء اللي تتوقع في عشقها وفي حبها منذ اللحظه الاولى. الخشبه ديال المسرح سبحان الله عندها تاثير غريب جدا. المهم وعاد باش ولدك تعلموا ملكه الحفظ، انه تحفظ النص، اتعلموا الشجاعه انه يوقف قدام الجمهور، تتولي عنده كاريزما، تتولي عنده نفسيه قويه جدا. راه كاين ناس كبار ومسؤولين وعندهم منصب كبير وتقول لي هاك خطاب قولوا قدام الناس ما يقدرش. المهم الاشاره بين قوسين. يوسف، نعم. الناس بغاو يعرفوا ما الفرق بين بغينا نقولوا المسرح التقليدي المعروف ياك جميل والمونودراما او المسرح الفردي. اين اوجه الاختلاف؟ انا غنسهل على الجمهور باش يفهم. المسرح الجماعي هو مجموعه من الممثلين في مسرحيه واحده كيقوموا بمجموعه من الشخصيات. المسرح المونودرامي او مسرح الممثل الواحد كما يسمونه البعض هو يعتمد على ممثل واحد فوق الخشبه فقط، يعني ما كاينش ممثلين اخرين. كيقوم بهذا الممثل بمجموعه من الشخصيات في دور واحد، وكاين يعني العرض كيكون مبني على قصه. هذا هو الاهم، كيكون مبني على قصه ماشي بحال هو منشو يطلع وكيبقى يعطيك لي مورسو فهمتي مواقف سخريه. بالعكس العرض هو عرض مسرحي كما بمصطلح عرض المسرحي مستمر في الاداء والزمن، ما كاينش توقف. ما كاينش توقف، يعني يقدر يكون العرض في ساعه وربع، من اكثر من 35 دقيقه فما فوق يقدر يكون. صعبه يعني. صعب، من اصعب الاصناف اللي هو صنف المونودراما. وتجربتي انا الحمد لله خدمت في المونودراما، يعني صعب جدا، وخاصة خص يكون معك مخرج، يكون معك تقني في المستوى، يكون معك في المحافظة. يعني انت راك فوق الخشبة خصك تقوم بمجموعة من الادوار، يكون عندك واحد الشخصية كما قلتي، تكون واحد الشخصية قوية وخصك تنسجم مع الدور ديالك وتلعب مع الموسيقى وتلعب مع الإضاءة. يعني مجموعة من الحالات، والحالات النفسية خصك تكون تقمصها مزيان. يعني من اصعب الاصناف اللي هو وممكن تصادف في النص انك تلعب 3 شخصيات 4 شخصيات. مثلا استاذه ايمان الادريسي بالامس لعبت 5 شخصيات. يا الله صعبه. 5 شخصيات، هذوك النوافذ الى شفتوا في كلها تتمثل شخصيه، كلها كتمثل شخصيه. 5 نوافذ 5 شخصيات، وكل شخصيه بملامحها بملابسها بالحالات النفسيه ديالها، مجموعه من الاشياء. يعني من بين اصعب الاصناف اللي هو صنف المونودراما. وحنا كنحاولوا اننا نطوروا المونودراما داخل المغرب من خلال هذه المهرجانات اللي كنفتحوا من خلال الباب لمجموعه من الاعمال انها تشاهد ويشاهد الجمهور ويتعرف على الجمهور اكثر. وايضا تطوير يعني الممثلين، نحاولوا نطوروا راسنا من خلال المناقشه ديال العروض، لان كاينه في المهرجان لجنه خاصه سميتها لجنه النقد والمناقشه، كتكون من الاستاذه فاطمه فاضل استاذه اللغه استاذه المسرح الفرنسي، وايضا من طرف الاستاذه رشيده السعودي الممثله والاستاذه المسرح بمعهد الحي الحسني، وايضا الكاتبه المغربيه نزهه حيكون.
هذه اللجنه اللي من خلالها كتناقش جميع العروض من جميع النواحي الفنيه والتقنيه والتشخيص ومجموعه من الاشياء. يعني كنحاولوا، وللاشاره ان المهرجان ما فيش مسابقه، الهدف منه هو اننا نطوروا الاعمال ونشوفوها على الروك، ونفتحوا المجال لجميع الفرق، كنقول لهم مرحبا بكم باش نستافدوا منكم ويستافدوا منا. وهذا هو الهدف. سميتو في المغرب ما تنشوفوش، يعني تنشوفوا فرق مسرحيه كثيره جدا، يعني المسرح الجماعي تنشوفوه بزاف، تنشوفوا عندنا فرق كثيره في المغرب كنحداو باسمها، ولكن المونودراما تنحصر على اسماء محدوده جدا. نقدر نقول لك واقيلا كاينين اللي تنعرفوا 3 4 في المغرب اللي تنعرفوهم. عبد الحق الزروالي عرفه المغاربه كاملين، لطيفه احرار عرفوها المغاربه كاملين، قليل فين تلقاو. علاش؟ واش لصعوبته، لعدم انه مسلط عليه الضوء؟ انت دابا جاوبت يا استاذ. لعدم تسليط الضوء، لان الحمد لله في ال10 سنوات الاخيره كانوا مجموعه من المهرجانات الوطنيه والدوليه داخل المغرب، منها مهرجان ايشملو الدولي للمونودراما، ومهرجان العرايش الوطني للمونودراما، مهرجان خريبكا للمونودراما، مهرجان سطات للمونودراما، مهرجان الامل للمونودراما في الدار البيضاء، مهرجان وجده للالفيه الثالثه ديال المونودراما اختصاص المونودراما، ومهرجان بصمات الدولي للمونودراما. يعني الحمد لله راه كاين غير تسليط الضوء. كنبغي نوصل رساله للاخوان الاصدقاء ديالي اللي هما رؤساء المهرجانات في هذه المدن اللي ذكرت، لانهم ما يبخلوش على الجمهور انهم يحاولوا يستمروا. راه واخا انا عارفهم المشكل ديال الدعم هو الاساس، بالاساس ما عندهمش الدعم باش يديروا دورات، لان كاين اللي وصل الدوره ال10 والدوره ال11 و12 ووقف. كنبغي نجدد ان يجدوا الروح فيهم ويحاولوا يديروا رغم الصعوبات رغم الاكراهات. الى ما نعاودش لك الحمد لله حنا دابا راه واحد الاكراه عندنا يعني عائلي، ورغم ذلك مستمرين باش ما نبخلوش على الجمهور وما نبخلوش على الفرق، لان مستضيفين فرق ما يمكنش انت مستضيف فرق من خارج ارض الوطن ومن داخل ارض الوطن وما تكبرش بهم وما تستضيفهمش بشكل جيد. يعني كنعاود نجدد، الله يجزيكم بخير، حاولوا تستمروا باش نطوروا هذا الصنف ويتسلط عليه الضوء من طرف لي ميديا، لان تا الجانب الصحفي تا هو مهم في نشر هذا الصنف المونودرامي. كنبغي نشكركم من هذا المنبر على هذه الالتفاته. ايضا القنوات التلفزيونيه المغربيه يعني في الدوره السابقه كانوا حاضرين معنا، غير هو خاص يكون التفاته اكثر وتكون دعم اكثر باش يكون عندنا نجوم اخرين في المونودراما. وتبارك الله راه كاينين ممثلين، مثلا الاستاذه ايمان الادريسي راه تبارك الله من بين احسن الممثلين فوق الخشبه، وراه هي كتمثل في مجموعه من المسلسلات. يعني حتى في المونودراما راه تبارك الله غير خاص تسليط الضوء، كنرجعوا نفس سميتو هو تسليط الضوء. يعني كاينين ممثلين وممثلات اللي في المستوى، وكاينين كتاب ايضا في المستوى. بهذه المناسبه كنبغي نشكر الاخ سعيد. ما تتشوفش معايا ملي جبدنا هذه الاطراف كامله، ما تتشوفش معايا بانه خاص جمهور في المستوى؟ شوف كاين جمهور في المستوى، عطيها عرض في المستوى، عطيها عرض في المستوى. انا حتى نسمع غالبا بان ثقافه المسرح ما كايناش عند بزاف المغاربه. والله حتى كاين، انا حلفت كاع بالله والله حتى كاين. حيت شوف انت اللي تدير جولات انا والله حتى كاين. ياك اعطيه منتوج جيد غادي يشدك، غادي تشد لك. عطيه منتوج جيد. انا نعطيك مثال، في واحد خديت جائزه الجمهور. ما شاء الله. جائزه الجمهور وعرض ديالي باللغه العربيه، وعرض ديال واحد الكاتب اللي سميتو عراقي سميتو قاسم مطرود. الناس اغلبيه في بعض المسرحيات كيسمعوا اللغه العربيه كيتموا خارجين. اقسم بالله الا كملوا العرض من بدايته الى نهايته. جميل. يعني خاص تعطيه منتوج جيد، الجمهور غيبقى شاد، وانت احساسك، تشخيصك، الهبه ديالك فوق الخشبه، حضورك فوق الخشبه، صوتك فوق الخشبه غيشد الجمهور. احساسك، لغتك السليمه ايضا في اللغه العربيه. الا ذكرنا صعيب يطلع واحد ينصب المفعول به. باللغه العربيه صعيبه بزاف، صعيبه بزاف. وكما قلت الاحساس ديالك الا وصل الجمهور. انا بعض العروض كاين اللي يبكى، في بعض العروض ديالي. يعني انت لو وصلتي الرساله والاحساس، كون متاكد انه غيبقى بارك شي فرج الاخر. يا الله. قول لي فاش بكى الجمهور؟ هو مشهد النص ديال القاسم مطرود هو النص الاصلي، جرافات لا تعرف الموت. جرافات لا تعرف الموت. وانا يعني درت لي اعداد وسميته اعترافات رجل ميت.
اعترافات رجل ميت. وكان نص جميل جدا وفيه مصطلحات اللي هي صعيبه شويه، ورغم ذلك كان يعني الحمد لله اللهم لك الحمد ديت به مجموعه من الجوائز. بلا ما اليوم جايين نستضيفوا مهرجان بصمات، ما نهضروش على فرقه بصمات، يعني دينا به مجموعه من الجوائز. هو شوف انا نبغي نوصل احساس كون انت تحس بالشخصيه اللي لاعبها، صادق في الاداء غادي توصل جمهور بدون ما حواجز، يخرج من القلب ينفذ الى القلب بدون حواجز وبشكل سريع. صحيح. كون حس يعني انت مثلا النص اللي كتلعبو خاصك دير ليه تفليه مزيان كما كنقول. خاصك كل مشهد يعني تحاول تعطيه القيمه ديالو وتحفظه مزيان وتحس به مزيان، واش بغى يقول الكاتب هنا، وتسول المخرج شنو بغى يدير هنا، يعني مجموعه من الاشياء راه كيعرفوها جميع الممثلين. خصني تخدم عليها الممثل، وبشويه شويه كيطلع العرض كامل بالموسيقى، بالاخراج، بالاضاءه، بالاكسسوارات اللي لعب بهم، بالديكور. اكيد غادي تطلع شي حاجه متميزه. وكما قلت التشخيص الصادق غادي يوصل للجمهور وغادي تشد الجمهور. قل لي تفضل. عرف يعني جرينا في الكلام. ما يمكنش انه ما نسولكش على ما هدرنا على الصدق وحب الدور والانغماس في الدور. انت مع او ضد اننا من اجل تجسيد الواقع في الاداء الدرامي، سواء كان على المسرح، سواء كان على خاصه مشي على المسرح، السينما، التلفزه الى اخره، واش انت مع اننا نمشيو لما هو مثلا السب على اساس انها لغه شارع، وانا داير فيلم على لغه شارع، التعرى على اساس ان هذاك راه واقع؟ انا شخصيا لا اتفق معه. لا السب ولا الشتم ولا العراء ولا اي حاجه من هذا القبيل، لا. وفي بعض واحد الكاستين تعرض لي انني ندير واحد سميتو ما رفضت. انا ضد هذه المساله هذه، ضد المساله. وكنظن خاص سميتو الشاب، ما احنا كنسمعوا داك الشيء في الشارع، وانت واش باغي ترقي المجتمع ولا باغي حقك نعطي الصوره ديال المجتمع. واخا انا مشيتي مثلا لخارج الوطن تقول لي ما هذا هو المجتمع ديالنا، انت راك مرآة المجتمع، خصك تعطي شي صوره زوينه، وميمتو كتوصل رساله للجمهور. رساله للجمهور، وكتربي ايضا الذوق الفني عند الجمهور، وكتربي فيه بالاحساس بالمسؤوليه وبالمواطنه، مجموعه من الرسائل اللي كتبغي تقدمها انت من خلال العرض ديالك. وهنا الابداع هنا فين كاين الا ما عرفتيش تنقل الشارع بطريقه جميله يتقبلها، انت لست مبدعا اظن. وتقدر غير بالايحاءات توصل الميساج. ومن خلال هذاك المشهد ديال الايحاءات يقدر يجي مشهد اخر اللي كيفند هذاك الايحاء. سيدي ما ديرش هذاك الشيء اللي لا مولاي، لا ما ديرش. يعني شوف كيبقى ابداع كما قلتي ديال المخرج وديال الممثل، اللي من خلال نوصلوا رساله، ولكن بدون نخرجوا كلام بذيء باللسان ديالنا. صحيح، لانه في اخر المطاف تبقى فن، والفن رقي. اكيد. نرجعوا للمونودراما ونرجعوا للبصمات، مهرجان بصمات. ما هو المميز في الدورة السابعة إلى قرنا بالدورة السادسة الخامسة وغيرها؟ هو ما هو مميز في هذه الدورة السابعة هو أنها دورة نسائية كما قلنا في البداية، دورة نسائية بامتياز. كما قلت بحكم أن المكرمة الراحلة عائشة مناف، وأيضا المشاركين كلهم ممثلات من مدينة القنيطرة أستاذة إيمان الإدريسي، ومن مدينة مكناس عفاف أسطوطي. أيضا كنبغي نشكرهم على الحضور ديالهم، وأيضا من جمهورية مصر العربية والمخرج جمال محمود مرسي اللي خلينا العرض ديالو بديد الآن. كنبغي نشكرهم كلهم ممثلات. وايضا مؤطرات هما استاذه فوزيان جيمي، يعني حتى هي استاذه ديال المسرح. الاخت والفنانه كوثر بن عمرو اللي غدير ورشه ديال القناع. وايضا اللجنه الكريمه اللي كنبغي نشكرها بالمناسبه. والتمييز ديالو لهذا العام هو انه انتقل من مكان من مركب الى مركب، وهذه هي السلسله اللي غنمشيو بها في الدورات القادمه. يعني ما غنحاولوش نقتصروا على مركب فقط واحد اللي غنبقاو نديروا فيه كل عام المهرجان، غنتقلوا به المجموعه من المركبات الثقافيه داخل الدار البيضاء وفي النواحي. علاش لا ما نديروش مثلا في مديونه، في برشيد، في جديده، جهه الدار البيضاء.
علاش ما تكونش طنجة، علاش ما تكونش العيون، علاش ما تكونش وجدة؟ هو المقر ديال المؤسسة في مدينة الدار البيضاء، يعني يصعب أنها ديروا خارج، مازال جهاز الدار البيضاء سطات وي، ولكن يصعب حتى الدعم اللي كتعطاك من طرف وزارة الثقافة كيجي عن طريق المديرية الجهوية نعم. اللي وزارة الثقافة، يعني الدار البيضاء سطات، ممكن سطات، ممكن جديدة، ممكن برشيد، ممكن مديونة، ممكن محمدية، ممكن بن سليمان، ممكن نديروا في هذا ونتمنى حنا. انا عندي واحد الفكره يعني ان شاء الله مستقبلا انها في الدوره العاشره ما يكونش غير مركب واحد، يعني كل مركب كاين شي وحدين غينقلوا هذه الفكره وغيديروها. اذا بلا ما تقول صراحه قلتيها. المهم معليش غنقولها ماشي مشكل. هو ان الدوره العاشره يعني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكون نبقاو حيين بعدا نشوفوا هذيك الدوره العاشره بحول الله تعالى. وايضا كنبغي يعني من خلال الدوره العاشره عفوا تكون 10 عروض مسرحيه و10 مركبات ثقافيه ان شاء الله. ورهان كبير وصعيب وماشي مستحيل امام توفر الاراده ديال الجميع. هادشي اللي كنقول. نعم. يعني ملي يكون دعم عندك من طرف الجهات كاملين، خاصه وزاره الثقافه، جهه الدار البيضاء سطات، مجلس المدينه، الا كانوا هاد ثلاثه من غدا نديروا لك ان شاء الله. ما عنديش مشكل. يعني كما قلت الاراده كاينه، الروح كاينه، العزيمه كاينه، خاص الدعم. الله يوفق. مرحبا. قول لي الوقت زاحمنا. مرحبا. صدقا الا بغينا نتكلموا على المهرجان بصمات للمونودراما، دورته السابعه، منذ الدوره الاولى الى الدوره السابعه، واش هو طفل ينمو او هو طفل ينمو ثم يمرض؟ لا، ثم ينمو ثم يمرض. لا، طفل. يعني ما جاش شي دوره اللي عانيت الامرين وكانت نوعا ما لا ترقى الى الطموحات وقلت غنكملوا صافي؟ لا، صراحه ولا بكل صدق. نعم. يعني الدوره الاولى، الدوره الثانيه، احنا الدوره الثالثه كان واحد، الدوره الاولى والثانيه كانت البدايات كتعرف البدايات. كنقولها قلتها في الكلمات ديالي، كنقولها في التقديم. يعني في الدوره السابقه احنا مجرد يعني جنين ينمو بشويه بشويه. الحمد لله ملي وصلنا للدوره الخامسه اللي كانت عن بعد حكم كانت كورونا، هي كانت متميزه وكانت فيها 5 أيام و5 عروض مجموعه من، يعني كانت ميزه بشكل كبير، لانها هي كانت عن بعد. كان واحد التحدي صعيب، ما هو يعني بالانترنت والتواصل عبر التطبيقات اللي هي معروفه الان. وايضا الانتقال ديالو من انه فقط ايام مسرحيه مونودراميه الى مهرجان. يعني حتى الاسم يعني عنده قيمه، مهرجان دولي واصبح دولي في الدوره السادسه. يعني دا انتقال غادي وكنطوروا. اذا هو جنين يكبر اكيد جميل. ولكن كنقول ديما هذا الجنين اللي بغيتي يكبر خاصو الرعايه. طبيعه الحال. واخا الان الدوره السابعه، انت الرهان اكبر على الدوره العاشره، خلينا في الدوره الثامنه ان شاء الله. الدورة الثامنة مستقبلا غتكون، انا حيت يعني شنو الرهان اللي ترفع فيها؟ شنو سقف الرهان اللي رفع؟ مؤسسة كتحط يعني البلانينغ او يعني البرنامج التوقعي ديال 3 سنوات. حطيناها يعني قبل، حطينا شكون اللي غنكرموا، حطينا العدد ديال الايام اللي غنديروا، حطينا يعني كنحطوا مجموعه من رؤوس الاقلام، كنحطوا مجموعه من الافكار، وكنحاولوا ملي كنساليو مثلا الدوره السادسه او الدوره السابعه غنبداو نفكروا فوا نساليو نهار السبت، يعني نساليو الدوره السابعه غنبداو نفكروا في الدوره الثامنه. الدوره الثامنه ان شاء الله غنقولها من هنا، هو تكريم الراحل احمد كمال، واحد من المؤلفين المعروفين والمخرجين المعروفين على مستوى المونودراما، ابن مدينه مكناس. الدوره السابعه غتكون ان شاء الله بحول الله فيها اكثر من 3 عروض من خارج ارض الوطن. جميل. كنحاولوا يعني كيبقى غير المشكل اللي قلنا هو تاشيره ومجموعه من الاشياء والتذاكر ودعم التذاكر اللي لقاو مجموعه من الفرق في هذه الدوره هذه. غنحاولوا نتواصلوا معاهم، ولا كان شي دعم مزيان يعني من طرف الجهات اللي قلت لك نقدروا حنا نتكلفوا بهذه الفرق، نجيبوهم يعني بمال الجمعيه، نجيبوهم على انهم يحضروا معنا الا ما كانش هما متوفر عندهم الدعم. وايضا غنحاولوا كما هي العاده ان تكون ورشات متميزه اللي كتخدم بصالح ديال المونودراما، وايضا نفتحوا المجال للكتاب المسرحيين. الدوره الجايه غيكونوا 2 كتاب مسرحيين
اللي كيختصوا وكيخدموا على مستوى المونودراما. هذا هما اللي غيكونوا متميزين ان شاء الله. واكيد ديما في كل دوره كتكون مناقشه ديال الشعار ديال المهرجان، كتكون مناقشه اللي هي قيمه، كتدخل دائما في اطار المونودراما. هذه السنه كان الشعار ديالنا هو المراه والمونودراما فضاءات للبحث عن الهويه والحريه، وكان عنوان اللي هو كبير وعريض، في مجموعه من التساؤلات، في مجموعه من الاطروحات، في مجموعه من الافكار اللي طرحت في المناقشه قبل بدايه العرض اللي كان اليوم بحضور مجموعه من المثقفين، مجموعه من الفاعلين المسرحيين. كانت يعني مناقشه مفيده وغنيه، استفدنا الكثير من خلال التجارب ديال الاخوات اللي شاركوا معنا. حاولنا اننا نقربوا الفكره ونحاولوا يعني نغمسوا فيها ونخرجوا بخلاصات، والحمد لله اللهم لك الحمد. يعني الحمد لله احنا راضيين بشكل واحد 70% راضيين على هذا الدوران. الحمد لله. يوسف، باش نختم معاك واحد 3 ديال الاسئله. مرحبا. او ماشي كاع اسئله، انما بغينا رايك فيها، ماشي مرحبا. بغينا رايك فيها وصافي. اذا اردت ان تجيب فمرحبا. اسئلتك جميله ولطيفه. الله يكرمك. تفضل. نبداو بالمسرح بين الامس واليوم. تقييم ليوسف كمسرحي، كمؤسس لمهرجان بصمات المونودراما، بين الامس واليوم. وبين الامس واليوم، بين الامس كان يوسف هنون ممثل فقط، كان ممثل ضمن فرقه عبد الكريم برشيد في منطقه المعاريف، وايضا كان ممثل في فرقه اخرى هي فرقه مسرح ابعاد، اللي من خلالها كنبغي نشكر الاستاذ عبد الجليل شاكر. هو يعني كان ليه الفضل. كنبغي نشكر الاستاذ ديالي عبد الرحيم، الممثل المعروف عبد الرحيم منياري، من خلال المنبر ديالكم. من هادو اساتذه اللي علموني، وكانت الموهبه، ولكن معاهم تعلمنا مجموعه من الاشياء، الى جانب الاخ والصديق والصحفي مع العينين عناني. يعني من هاد مجموعه من الاخوان اللي صراحه يعني كونوا يوسف هنون في المسرح، كنبغي نشكرهم، ما ننساش الفضل ديالهم. من بعد بحال بدينا كنشرفوا، فكرنا كان عندي العرض ديال اعترافات رجل الموت، هو اللي يعني كان السبب في انني ندير هذا المهرجان بصراحه. يعني اعترافات رجل كانت في 2013 2014 2015، هما اللي يعني كما كنقولوا بالدارجه زعموني انني ندير مهرجان ديال المناظره. لما لا؟ وفتحوا المجال لهذه العروض المناظريه ما كنشوفوهاش حتى في المهرجانات الوطنيه ولا الدوليه اللي كتنظم داخل المغرب. ملي كيديروا لك الاعلان كيديروا لك لا تقبلوا، كاين واحد الشرط، لا تقبلوا عروض المونودراما. علاش؟ هذا حيف، لان العرض المونودرامي هو اصلا عرض مسرحي قائم بذاته. صح. هذاك الشرط علاش كنكتب لا يقبلوا عروض المونودراما؟ راه يقدر ممثل يدير لك عرض كامل بشخصيات متعدده. صح. يعني هو من بين الاشياء اللي خلوني انني ننتقل لهذا سميتو، ننتقل لهذا الجانب اللي هو التنظيم، الجانب التنظيمي. قبل انا كنت يعني رئيس كما اسس هذه المؤسسه، اللي هي مؤسسه بصمات للثقافه والابداع وليس للفنون. والابداع للثقافه والابداع. وفي 2010 الحمد لله يعني من بدايتها وحنا كنحاولوا نخدموا على هذا المهرجان. وفي 2016 كانت الدوره الاولى لهذا المهرجان. بقى يوسف هنون تقريبا يعني حاكر لهذا المهرجان، كيحاول من خلاله يوصل مجموعه من الرسائل على ان المونودراما راه فن قائم بذاته، خاصو تعطاه واحد القيمه ديالو داخل ارض الوطن. والحمد لله يعني راه كاينين ممثلين معنا، وكاينين فرق اللي شاركوا في خارج ارض الوطن، مصر، وعبد ربي شارك في العراق، اخوان شاركوا في مصر، شاركوا في تونس. يعني هادو راه هما كيعطيو واحد الصوره للمغرب. يعني حتى المهرجان ديالنا داخل في هذا الاطار. يعني باغي نعطيو. جميل. السؤال الثاني يوسف، بغيت نعرف رايك في مواقع التواصل الاجتماعي ومن يؤدون في مواقع التواصل الاجتماعي، ولات عندهم شهره في مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندهم تكوين، ما داروا معهد، ما ولا شيء، فاذا بهم يعني في مسلسلات، في افلام، تياخذوا بلاصه واحد تخرج من المعهد. رايك فيه ماشي مشكل تفتح الباب، اما الموهبه ولا بد خصها اونكادرا في معهد او في شي شبيبه معينه؟ انا مع التكوين، اكيد مع التكوين، واضافه الى الموهبه خص يكون التكوين. انا ماشي ضدهم وماشي معاهم، لان غنكون محايد، ولكن خاصهم الى فعلا موهبه تسقل. الا فعلا عندهم موهبه، لما لا انه يتسقل
ويمشي يتكون. راه ماشي صعيب يتسجل في المعاهد البلديه اللي كاينين الحمد لله، اللي كاينين في الدار البيضاء. راه في مدن اخرى ما كاينينش هذه المعاهد، فاتح المجال للمجموعه يعني الشباب كاملين وحتى الناس الكبار يعني يجيو يتسجلوا يعني ويطوروا المواهب ديالهم في هذا المجال، لان كاين اساتذه تبارك الله وصلنا به يعني في المستوى اللي يعلموهم القواعد ديال المسرح والاسس المسرحيه. لانه ماشي اي واحد تيدير ستوريات راه فنان، ماشي راه يقدر يوقف قدام الكاميرا، ماشي بالضروره. ماشي بالضروره. وكاين مجموعه من الفنانين راه ربما تابانوا عاد مشاو تكونوا. يعني ماشي عيب انك مشيت تكون في المسرح ودير. انت قلتي شخصيا مشيتي شاركتي في دورات مسرح. صح. جواد الخوضي مشكور جدا، واكيد انها فاتك في المجال العمل ديالك. صح. ولقيت براسي بانها نفعتني الان في الصحافه وغتنفعك اكثر في الحياه ديالك، لان المسرح راه شيء مهم جميل والتكوين مهم. شكرا. رايك باش نختم معك، مهرجان مراكش للسينما شنو بان لك فيه؟ كي تيبان لك هذاك المهرجان خاصة هذه السنة واش نقول لك؟ أشياء ما بصراحة أنا ما ديك الريد كاب أنا تنشوفوا فيها شي حوايج. استعدادات ديالي أنا كانت المهرجان صراحة ما تابعتش روبورتاجات أو سميتو، ولكن خاصة ديك الريد كاب ديك الطابي روج شفنا فيها شي. انت باغي تجبد لي لساني انت. صافي فهمتك. يلا شكرا يوسف. شكرا لك. شكرا يوسف هنون، شكرا عليك على هذا الحوار الشيق الفني الابداعي الرائع جدا، وتنتمنى لك التوفيق في مهرجان بصمات للمونو دراما في الدورات المقبله ان شاء الله. هذه الدوره السابعه تستمر الى يوم غد بالمركب الحسني بطريقه جديده، وتستمر الى يوم غد بالتوفيق في الدوره الثامنه والتاسعه والعاشره ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك استاذ حسين، شكرا للاخ المخرج والاخ التقني، شكرا لكم بزاف شدا تي في على استضافه هذا المهرجان. كنتمنى على انكم تبقاو شريك للمهرجان والدعم المهرجان، وشكرا لجميع المشاهدين ديال مساء الخير يا مغرب. وايضا كنبغي نشكر اللي سمحتي اللجنه المنظمه ديال المهرجان اللي ساهره معايا، والزوجه ديالي اللي كتسهر على التغذيه ديال الطاقم كامل للمشاركين وسميتو. كنبغي نشكرها من هذا المنبر. شكرا لك حسنه، برافو، تبارك الله عليك وبالتوفيق ان شاء الله.